السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك علامات تدل على الإصابة بالعين والحسد، فركز على هذه العلامات. إن وجدتها عندك فاعلم أنك مصاب بالعين والحسد. العلامة الأولى بإذن الله تعالى هي الخمول والكسل، رغم أنك لم تقم بعمل شاق، رغم ذلك تصبح في خمول وتعب وكسل ووهن، تشعر ذلك في بدنك. ثانيا، تشعر بالتثاؤب والنوم، خصوصا عند الدخول في الصلاة. تبدأ في التثاؤب، يعني كما كنقولوا بالدارجة المغربية تفواه، يبقى الإنسان يتفوه وسط الصلاة. كذلك عند سماع القرآن أو تلاوته يبدأ الإنسان في التثاؤب. كذلك الحرارة في الجسد، ولو أن الفصل يكون فصل الشتاء ويكون برد، الإنسان أحيانا يشعر بحرارة تخرج من بدنه، هذه كذلك من علامات العين والحسد. كذلك من ضمن العلامات الصداع النصفي أو الصداع المتنقل في الجسد، ليس كامل الرأس وإنما الصداع النصفي الذي يكون في شق معين في الجسد. فهذه علامات تدل على الإصابة والعين والحسد. إن وجدتها عندك فرق نفسك بإذن الله تعالى حتى تقلع عنك هذه العين.